في توضيح انا حابب بقوله لاصدقاء كتير بيقولوا ان هم بيبقوا بيحبوا يشوفوا الفيديوهات. انا طبعا فرحان جدا وسعيد جدا ان هم بيحبوا يشوفوا الفيديوهات. هم بيقولوا ان هم بيحبوا يشوفوا الفيديوهات وبيقولوا ان هم بيستفيدوا منها. انا طبعا فرحان جدا انهم بيقولوا كده. لكن هم بيقولوا ان الفيديوهات بتكون احيانا بتكون بالانجلش او حتى بالفرنسي بتكون سريعة شوية. انا حابب بس اوضح لهم حاجة. الفيديوهات دي في فيديوهات للبيجينرز بتبقى للمبتدئين، وفي فيديوهات اللي هي بتبقى اللي هم بيقولوا عليها سريعة. دي مش للبيجينرز، دي فيديوهات كونفرزيشن. دي فيديوهات محادثة، يعني لشخص هو بالفعل بيتكلم اللغة دي سواء انجلش او فرنسي، بس هو عايز يعمل كونفرزيشن. يعني هو بيتكلم اللغة بس عايز يتكلم بشكل احسن او بيتكلم باللغة بشكل اقوى. ففيديوهات الكونفرزيشن غير الفيديوهات التانية. فانا حبيت بس اوضح للاصدقاء كده ان الفيديوهات دي بتبقى كونفرزيشن، دي بتبقى للاصدقاء اللي بالفعل اشتغلوا كتير في اللغة وبيعرفوا يتكلموا في اللغة كويس. لكن دي فيديوهات يعني بتبقى ايه، محادثة. فعشان كده بتبقى مختلفة شوية. فدي فيديوهات، في فيديوهات من المحادثة دي وفي فيديوهات للبيجنرز. فانا حبيت اوضح لهم كده. هو good luck for all.